مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه كده خفيفه وفي السريع وتكون سهله وبسيطه. الجو حر اصلا الواحد مش مستحمل اي حاجه. بصوا انا قطعت هنا حوالي 4 حبات طماطم، وحوالي 4 فصوص ثوم او 5 كده، وقرن فلفل رومي كبير، وحطيت نص قرن شطه لان الشطه دي طلعت ايه عماله كح بقالي ساعه. وبصوا ما شاء الله، عايزين تتاكدوا ان السجق معاكم حلو، يكون يعني لونه فاتح كده ويكون صابح. انا لسه جايباه وانا جايه ما شاء الله. تعالوا بقى نعمله يبقى احلى من الشارع كمان، وحاجه مضمونه واحنا عاملينها على ايدينا. هنا طاسه فيها حوالي بس معلقه زيت كده، لان طبعا السجق هيكون فيه نسبه دهون، فعشان ما يبقاش مزيت جامد معانا وكده. وممكن كمان تعمليه من غير معلقه الزيت دي. انتي طبعا مش هينفع تقطعيه، احنا هنعمله بنفس الطريقه، لان لو قطعتيه قبل ما تحطيه في الزيت اللحمه طبعا هتخرج. عايزه تقطعيه قطعيه بعد ما تشوحيه، ما تقطعوش قبل، يعني بعد ما تشوحيه. نزلين بقى السجق كده. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا نزل قد ايه تثبت كميه دسم. انا نقلته في حاجه اكبر لان الطاسه طلعت صغيره عليه، وانا كل ده بشوحه وهو على نار عاليه علشان انا عايزاه يحتفظ بالسوائل بتاعته كده. اشوحه بقى كويس واطلعه بقى وابتدي معاه في الفتره الثانيه. جربوا بقى كله بره في نفس الطاسه في نفس الحله، يعني تروحي نازله بقى بالثوم مكان تشويح السجق، وبقى تشوحي بقى الثوم ريحته تطلع كده. بسم الله. بصوا كده اتشوح، يعني ريحته طلعت كده. انا مش عايزاه يغمق، انا عايزاه يصفر كده بس. وبعدين هنزل بقى بالطماطم. الله كده بقى. هخليها بقى تتسبك كده وعلى نار هاديه. احنا لحد دلوقتي ما حطيناش بهارات ولا اي حاجه، هنحطها دلوقتي مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك. مهما وصفت لكم الريحه هنا عامله ازاي مش هتتخيل. جباره والله يا جماعه، جباره. هحط هنا نص معلقه من الكزبره، مش هنحط بهارات كتير، وهحط بس بابريكا برضه نص معلقه من البابريكا، وشويه من الفلفل الاسود. لحد دلوقتي انا ما حطيتش ملح لان طبعا السجق بيكون مملح، فانا عايزاه يعني اشوف يعني حدقه الاول عشان لو كان كده هزود. بصوا الطماطم بقى هنا اتسبكت كويس جدا، وهنزل عليه بالسجق الاول، وافضي طبعا السوائل بتاعته ديت يعني بتكون رهيبه. وهديها بقى تقليبه فيه كده. عايزاه بقى يشرب بقى من البهارات بتاعه الطماطم وكل ده. وده كيلو من السجق. ياخد بقى تقليبه كده حلوه كده. يا سلام يا سلام يا سلام على الريحه، تحفه. هروح نازله بقى طبعا بالفلفل لحد ما يدبل كده، واروح قافله عليه. سيبه بس يدبل وبعدين هقفل عليه على طول. انا مش عايزاه انتوا طبعا تقدروا تشوحوا الفلفل بالطريقه اللي انتوا عايزينها. وهديله بقى تقليبه كده لحد ما الفلفل بس، اغطي على لحد ما الفلفل بس يدوب، وبعد كده خلاص مفيش اسهل من كده. ما خدتش 5 دقايق والله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا لونه حلو ازاي وجميل. تقدروا بقى تقطعوه بكل سهوله جدا. بصوا بيتقطع لو عايزين تقطعوه اهو، جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ريحته تحفه يا جماعه، وطعمه فعلا خطير. تقطعوه بقى بالشكل ده وخلاص. يا سلام بقى لو شويه طحينه جنبه. حطيت هنا حوالي 3 معالق كده طحينه،
اعصر بقى عليهم ليمونه كده. بسم الله، اللهم صل على النبي. اكله خفيفه كده وايه، على راي رورو، اديله يا ماما اديله. هنديله معلقه خل كده بقى، رشة كده ملح، فلفل اسود وكمون، ورشة بقى كمون كده. نقلب بقى، بعدين هنزود بقى ايه، ميه. هنبتدي بقى ايه نعمل السندوتشات. بصوا انا بعشق الحركه دي، الصوص ده بعشقه كده. بعدين ده يا باشا اعمل سندوتشاتك الجميله، بص زي بتاعت الشارع بالظبط، بس طبعا احنا عاملينه على ايدينا وواثقين فيه. يا على الجمال، اديله. على رأي رورو، اديله يا ماما. مم. مم. تحفة والله العظيم تحفة. مع يا سلام بقى لو حطيته تحت كده، جبت الخضرة دي وانا طالعة. وعشان خاطر بقى الوجبة تكمل، كان نفسي تعمل الطشة دي بس نيرة اختي عملتها قبل. خلاص انا خدت اللقطة. جربوها بقى يا جماعة، هتعجبكم جدا والله العظيم. السندوتشات طعم السجق ما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي تحفة. بصوا زي بتاع بره بالظبط. وعايزة اقول لكم يعني لما انتوا بقى عايزين تعملوا جنبه شوية مكرونة بيضة عشان خاطر الولاد، عود بقى جرجير كده حلو زي ما انتوا عايزين، خاص بقى حاجة كده فوق الجمال، ولا بقى وفي كله في حلة واحدة وخلاص. ما شاء الله اللهم بارك. بالله عليك هيدوكوا سندوتشات كده في الشارع احلى كمان، احلى. ما شاء الله اللهم بارك. لو وصلتوا من حد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير، وان شاء الله وصفات كتيره مع بعض، وشكرا ليكم.